عجينة قطايف مظبوطة كويس أوي، أحسن من اللي بتشتريها برا بكذا مرحلة. والله جميلة ومبتفكش منك ولا في الزيت ولا وانت بتحشيها ولا أي حاجة، وطرية وما بتشربش زيت كتير. فعلا والله طريقة تحفة وهتعمل معاك كمية كبيرة أوي، يعني بكوبايتين دقيق بس هتعملي كل الكمية ديت. يلا بينا نسمي الله وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، واضغطي لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا هنا في بوله هحط فيها كوبايتين دقيق. انا بعمل بالكوبايه المعياريه، هي تقريبا عامله 200 جرام. هبتدي ان انا انخلهم كويس قوي، طبعا دقيق فاخر يبقى دقيق نوعيه حلوه، مش اللي هي بتسيح، لا هاتي دقيق نوعيه حلوه اللي هو بيبقى ايه، عندك الكوثر او سنبله الفرات او الاهرامات او المثلث. كل الانواع دي حلوه، او ممكن تشتري اللي هو من عند العطار اللي هو استخراج 72%. تمام، دوت بيبقى فاخر. المهم هبتدي احط عليها كوبايه ونص ميه، ده في الاول. انا هقولك في اخر الفيديو خدت كام ميه بالظبط مني، قد ايه ميه بالظبط مني. دلوقتي انا حطيت كوبايتين الدقيق اللي هي بالكوبايتين المعياريه، وهبتدي ان انا احط كوبايه ونص ميه وان انا ايه اقلبهم. هتحسي ان العجينه تحت ايدك ان هي مخرزه، افضلي قلبي فيها كويس قوي، هتلاقيها معاكي بتبتدي العجينه ان هي تنعم، وان هي ايه قوامها يبقى مظبوط. هوريكي ازاي توصلي للقوام اللي هو يبقى مطلوب، يعني ايه اللي هو يبقى كويس معاكي. اولا احنا هنعملوها هنا عجينه صيامي. يعني ايه عجينه صيامي؟ يعني عجينه عباره عن ميه و... ودقيق بس، مش اكتر من كده. معلهاش ولا ملح، معلهاش خميره، معلهاش اي حاجه. على فكره طول العجينه ما بتتقطع معاكي كده بتبقى لسه ايه، محتاجه ان انت تضربيها كويس قوي. على فكره انا لسه بحط من نص كوبايه اللي هي من الكوبايه ونص. تمام. الراجل اللي هو بتاع الكنافه او القطايف بيعملها كده، بيعملها عجينه صيامي من قبلها بيوم، بيقوم عاملها كده. يعني مثلا تعمليها بالليل وتكمليها الصبح، او تعمليها الصبح وتكمليها بالليل. على الاقل لو انت مستعجله يبقى 4 ساعات، مش اقل من كده، عشان تديكي فعلا نتيجه حلوه. انا كده برب العجينه. يعني ايه بربها؟ يعني بعمل لها عرق. شايفه؟ بتبتدي ان انت ترفعي الاسباتيولا او المعلقه اللي انت شغاله بيها، تحس ان هي بتمط معاكي، دوت بيبقى اسمه عرق. تمام. خلي بالك من الخطوات ديت، هتنجح لك فعلا العجينه. انت ممكن تستغني عن الخطوه بتاعت الاسباتيولا وتعمليها في الخلاط، او ممكن ان انت تعمليها ايه بالهاند بلندر لو عندك. المهم انا ربيتها كويس قوي، العجينه نعمت تحت ايدي، مفيش كلكعه دقيق. هبتدي ان انا اغطيها واسيبها. انا سبتها من قبلها بيوم بالليل واشتغلت فيها الصبح، او من الصبح وتشتغلي بالليل. تمام. هجيب كده العجينه عندي الصيامي اللي انا عاملاها، وان انا ايه، اول ما تاخديها كده ربيها كويس قوي، اديها ضربه حلوه قوي. تمام. وابدأي بقى ان انت حطي بقيه المكونات. احنا كنا حاطين، قلنا كوبايتين الدقيق حطينا عليهم كوبايه ونص ميه. هكمل دلوقتي عليهم اللي انا هعمله دوت. هحط معلقه خميره فوريه، تمام، معلقه. وهحط رشه ملح بسيطه، انا ما حطيتش ايه ولا كربونات ولا اي حاجه، دي فانيليا. تمام. ممكن بقى تحط لها ايه ربع معلقه اللي هي بيكنج باودر لو انت عايزه، ممكن تستغني عنها عادي. هربها كويس قوي قبل ما انزل بقى بنص كوبايه الميه. يبقى احنا كده العجينه ديت خدت معانا كوبايتين ميه، كوبايتين الدقيق خدت كوبايتين ميه. واربها بتبقى ايه زي دمعه العين، يعني فتره. تمام. عشان الخميره اوعي تحطيها سخنه قوي هتبوظ لك الدنيا. وربيها كويس قوي. هوريكي بقى القوام بتاعها، ما انت مش هتفضلي تدلدقي كده وخلاص، لان كل دقيق غير التاني. الدقيق اللي انا بستعمله غير اللي انت بتستعمليه. تمام. وهتقلبي لحد لما تشوفي هتاخد معاكي قد ايه ميه. انا هوريكي القوام بتاعها. تمام. هنزل كده شويه بشويه عشان الميه ما تتدلدقش معايا جامد. تمام. بصي بقى كده القوام بتاعه، لما تجيبي الاسباتيولا او المغرفه اللي انت بتعملي بيها وتعملي خط وتلاقيها ما يتجمعش على بعضه، تعرفي كده ان العجينه ناجحه معاكي باذن الله. تمام. المفروض ان احنا هنسيبها كمان بعد ما نحط الخميره عليها، بنسيبها لمده نص ساعه تتخمر. هبتدي بقى اصفيها كويس قوي. لو انت بتعمليها في الخلاط مش هتحتاجي ايه ان انت تصفيها، لكن لو عملتيها شبهي كده بالاسباتيولا او ضربتيها كده زي ما انا ما عملت، هتحتاجي ان انت تصفيها عشان خاطر ايه، لو في حبايه دقيق مكلكعه، لو في اي حاجه انت ما ضربتهاش كويس، هتيجي تعملي القطفايه ايه، هتعكسك يعني كده ما تبقاش حلوه. لكن كده فعلا الطريقه ديت زي بتاعه الكنفاني بالظبط. والله يا جماعه انا جربتها فعلا عجبتنا. تمام.
خلاص هنا بعد ما انا ما صفيتها بقى هبتدي ان انا اغطيها واسيبها ايه نص ساعة لحد لما تتخمر، ونرجع نشتغل فيها عشان تكون جاهزة عندي. هاجي دلوقتي بعد نص ساعة خلاص بقى هبتدي ان انا ايه اربها كده ربتين ان انا اضيع التخمير بتاعها. وهجيب كوز عندي، الكوز بصراحة احسن طريقة هتنزل معاكي القطفاية ايه في قلب الطاسة. هي في الاول هتعكسك كده في اول كام واحدة، وبعد كده ان شاء الله تتظبط معاكي على طول. اهم حاجة لما تيجي تعملي القطايف تبقي مخلية جنبك صينية وتحطي عليها فوطة، واللي تطلعيها تحطيها على الفوطة وتغطي بيها عشان تفضل طرية معاكي وما تنشفش. هنا طاسة على النار هتسخنيها كويس قوي قوي قوي. لو انتي الصينية بتاعتك او الطاسة بتاعتك بتلزق سخنيها كويس قوي ومسحيها مسحة زيت بسيطة، وابدأي ان انتي تنزلي عليها بالشكل ده. اول ما هتنشف هتقومي شايلاها تلاقيها تطلع معاكي بكل سهولة. حطي كده على الفوطة زي ما انا ما بعمل كده، وبعد كده تقومي ايه حطاها ومغطية عليها على طول، هتلاقيها تطرى معاكي وما تنشفش. الحشوة بتاعتها عايزة بقى تحشيها مكسرات، عايزة تحشيها بلح، تمرة، اي حاجة احشيها. بس انا هحشيها معاكم عشان اكد لكم ان هي ايه ما بتتفكش وكده، وفعلا عجينة حلوة قوي هتتشكل معاكي بكل سهولة. بس كده هقفلها مش هتفك معايا، هتتقفل معاكي بكل سهولة. وممكن كمان تقفليها بالشوكة عشان خاطر يعني ايه تدي شكل كده احلى. وفي اللي هو اللي بتتباع ديت عند بتاع ادوات المطبخ ب10 جنيه بتقفلها برضو. بس كده جميلة 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 والله يا جماعة، ناجحة جدا الطريقة دي يعني بجد جميلة قوي. عايزاها بقى تاخد لون غامق من تحت بتبقى انت بقى اللي متحكمة في حكاية اللون دي. تمام. بس كده اعملها بالشوكة هتقفل معاكي وهتحكمها لك، وفي نفس الوقت هتدي شكل حلو قوي. عملت الكمية كلها، ولو عايزة تفرزي منها بتحطيها في علب بقى وبتربطيها كويس قوي، ولما بتطلعيها تعمليها بتبقي مسخنه الزيت كويس، واول ما بتفك بتقومي ايه حطها في الزيت. والشربات بتاعها بيكون تقيل، يعني كوبايتين ميه عليهم كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وعصره نص ليمونه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.